اهلا بيكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العامة لبرج الحمل طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الحمل، انا شايف ان ممكن يكون في كتير منكم في تعب انتوا بتمروا بيه. ممكن تكون عندكم مشاكل، ممكن يكون عندكم كتير امور غامضة في حياتكم، وامور مش لاقيين ليها حل، وامور يمكن خايفين من اكتشافها، او خايفين من عواقب حاجات انتوا يمكن عملتوها. انا شايف ان الفترة دي في حياتكم اعتبروها فترة تغيير، او زي ما يكون الفترة دي انتوا هتتغيروا فيها، او اسعوا ان انتوا تكونوا افضل. وحاولوا ان انتوا ما تسمحوش للقلق او للخوف او اي مشاعر سلبية ان هي تتملك منكم. في كتير منكم من النوع الحساس، ومن النوع اللي هو بيمتص طاقة الناس اللي حواليه. في كتير منكم لما بتسمعوا كلمة طيبة بتبقوا كتير مبسوطين، والعكس صحيح. ولما بتسمعوا حاجات سلبية بتبقوا زي ما تكونوا نفسيتكم بتتأثر بطريقة سلبية، وده بيخليكم تتعبوا أو بيرهقكم، وبيدخل جواكم الخوف. في حاجات كتير محتاجين ان انتوا تمشوا فيها بإحساسكم. في حاجات كتير يمكن انتوا عايزين تاخدوا فيها قرار بس محتارين، ويمكن الأمور دي محتاجين فيها ان انتوا تقعدوا مع نفسكم وتحللوا بعض الأمور، وتدعوا وتصلوا وتستخيروا، وتطلبوا علامات يمكن من ربنا. أنا شايف إن في البعض منكم لما هتستخيروا وهتطلبوا إرشاد بطريقة ما لحاجة معينة، شايف للبعض منكم هيجيلكم علامات أو أحلام بالحاجة اللي انتوا بتتمنوها أو منتظرينها أو نفسكم فيها. أو ممكن انتوا بيجيلكم بعض الأحلام اللي انتوا حاسين إن ليها دلالة معينة أو بتبقى غريبة عليكم، ولما بتروحوا تلجأوا لتفسيرها ياريت فعلا تلجأوا لحد بيعرف يفسر، مش تروحوا لحد إن هو بيدعي إن هو بيفسر أحلام وهو ما يكونش بيعرف يفسر أحلام. أنا شايف إن في حاجات كتير أو أمور انتوا واخدين عنها فكرة إن هي دي الفكرة الصحيحة، بس انتوا محتاجين إن انتوا تعيدوا التفكير في أمر معين، أو في شخص معين، أو في شيء من تاني. في حاجات ممكن تكون انتوا بتتمنوها أو نفسكم إن هي تتحقق. ممكن يكون هيساعدكم في ده قوة الجذب بإن انتوا تحسوا بالفعل اللي انتوا بتتمنوه، أو اللي نفسكم اللي هو يتحقق وهيتحقق، سواء كان امتلاك شيء أو مشاعر شخص، أو سواء كان رجوع لعلاقة، أو سواء كان لصلح، أو سواء إن انتوا تحصلوا على شيء معين. إن انتوا تحسوا إن انتوا بالفعل حصلتوا على اللي انتوا بتتمنوه، وده هيسرع اللي انتوا بتتمنوه إن هو يتحقق بسرعة، ويحفز تفكيركم إن انتوا بطريقة تلقائية إن انتوا تسعوا نحو أحلامكم. أنا شايف إن في أمور مع الوقت هتنكشف ليكم أو انتوا هتعرفوها، فبلاش إن انتوا ترهقوا نفسكم في البحث. في حاجات كتير محتاجين إن انتوا تتخلصوا من الخوف من امتلاكها، أو من الخوف من الفشل. كل المشاعر السلبية دي لازم إن انتوا تتخلصوا منها، وتهتموا بنفسكم وبطاقتكم. أنا شايف إن دي هتكون فترة نمو لكتير منكم، وفترة فيها تكتسبوا حكمة معينة، أو هتستفيدوا بخبرات معينة هتفيدكم. أنا شايف إن اللي فيه منكم ممكن يكون الحب انتوا مهتمين بيه، أو ممكن تكونوا مفتقدينه، أو انتوا بتحلموا بوصول شيء فيما يخص حياتكم العاطفية. أنا شايف إن هيكون عندكم توهج في قلوبكم اتجاه أمر ما. أنا شايف إن انتوا محتاجين إن انتوا تستخدموا التوهج ده في إن هو يولد جواكم طاقة إيجابية، تستخدموها في إن انتوا تتجهوا نحو أمنية انتوا نفسكم إن هي تتحقق. حاولوا إن انتوا تستخدموا ذكائكم أو إبداعكم، أو إن انتوا تستخدموا تخيلاتكم في إن انتوا تعملوا خطط لنفسكم، أو إن انتوا تتصرفوا بحكمة. وبلاش التصرف بعشوائية، وبلاش التصرف عن عدم علم أو عن عدم وعي. أنا شايف إن انتوا محتاجين في الفترة دي إن انتوا تبطلوا التردد اللي فيكم، أو الخوف اتجاه إن انتوا تمشوا نحو حلم أو أمنية انتوا بتتمنوها. أنا شايف إن عندكم خوف، اهتموا بروحانياتكم وبعلاقتكم بربنا في الفترة دي، وحاولوا إن انتوا تثقوا في إحساسكم، لأن هيرشدكم لخطوات كتير واتجاهات يمكن انتوا محتارين تمشوا في أي اتجاه. في إحساسكم هيرشدكم للاتجاه ده. أنا قلتلكم إن في مشاكل انتوا متعرضين لها، أو ممكن تكون صعوبات. بلاش الخوف من إن انتوا تواجهوها. ممكن يكون بعض الأمور محتاجين إن انتوا تدوها وقت وبتلقائية تتحل لوحدها، وفي أمور محتاجين فيها بعض الإرشاد،
وفي بعض الأمور محتاجين فيها إن انتوا تنظموا تفكيركم فيها. أنا شايف إن في شخص هنا بيحبكم جدا، وزي ما يكون بيراقبكم وعايز يعرف أخباركم، سواء كانت علاقة كراش أو حب. الشخص ده كتير مهتم بيكم وعايز يعرف انتوا بتحبوا ايه وبتكرهوا ايه. الشخص ده عايز يكون معاكم ويكون جنبكم، بس انتوا حاسين ان انتوا تعبانين وان في حاجة متأخرة في حياتكم، وزي ما تكونوا فقدتوا الأمل ويئستوا، والموضوع ده سبب ليكم إرهاق كبير جدا وتعبكم، وولد جواكم طاقة سلبية كبيرة. محتاجين ان انتوا تجددوا طاقتكم وتعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها، وتشغلوا وقتكم وتقربوا لربنا عشان تحيط بيكم الطاقة الإيجابية، وترموا الطاقة السلبية دي ورا ظهركم عشان تجذبوا كل ما هو إيجابي في حياتكم، وتخلوا الحاجة اللي ربنا عايز يدخلها في حياتكم بشكل أسرع. أنا شايف إن انتوا محتاجين إن انتوا تغيروا جو وتخرجوا، وبلاش تحبسوا نفسكم وتسيبوا نفسكم للأفكار اللي هتدمركم. أنا شايف هنا إن بعد كل المشاكل أو الصعوبات اللي انتوا بتمروا بيها، أنا شايف إن أموركم هتتحسن تدريجيا. وإن كنتم منفصلين في علاقتكم مع شريك حياتكم، أنا شايف إن هيكون في رجوع. ولو منتظرين اعتراف بالحب من كراش، أنا شايف إن هو هيعترف بحبه. ولو حتى متجوزين وفي عدم اهتمام زي الأول وفي بروب في العلاقة، أنا شايف إن الأمور هترجع أحسن من الأول. بس أنا شايف إن في بداية جديدة حلوة داخلة حياتكم، وشايف إن هيكون في عرض ارتباط أو حاجة انتوا بتتمنوها هتتحقق، وهيكون في استقرار حلو جدا في حياتكم خلال الفترة اللي جاية. فخلوا عندكم إيمان بربنا إن اللي جاي أفضل. ولو عجبتكم القراءة ما تنسوش إن انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.